ازيكم عاملين ايه؟ نعمل النهارده مع بعض الفراخ المشويه التحفه اللي انتم شايفينها قدامكم دي. طعمها فوق الروعه فوق الروعه، تستاهل وتستحق مليون لايك، واقسم بالله طعمها رهيب. يلا بقى بينا نشوف المقادير اللي معانا وعملناها ازاي. طبعا انا عملت قبل كده كذا نوع من الفراخ المشويه على القناه، وكل نوع له مقادير معينه وطعم معين. في البداية كده أنا معايا بصلتين مبشورين وطماطمتين مبشورين وفنجان خل، فنجان الأصفر الصغير ده، ومعايا علبة زبادي، ومعايا فرخة ونص. الفرخة أنا قطعاها بالطول، والنص التاني وركان سايباهم بحالهم. وطبعا أنا غاسلة الفراخ يعني كما يجب أن يكون. الفراخ مغسولة كويس جدا 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 بالطحينة بقى ومتظبطة، يعني شكلها يمكن باين قدامكم اهو. هاتي بقى بس الاول كده كازلك، ومعايا طبعا البهارات او سكينه، وابدأي ايه فتحي كده، اعملي فتحات في الفراخ علشان التتبيله، انا عايزه التتبيله تخش جوه الفراخ. ففتحات بس كده بالسكينه عشان التتبيله تدخل جوه الفراخ. الوصفه دي بصراحه رهيبه. الفراخ دي كان طعمها خرافي خرافي خرافي، يعني عجبت جوزي وولادي وحماتي وكل اللي دقها، بصراحه شكرها جدا. في الاول كده ومعايا توم مهروس، نسيت اقول لكم معايا برضو توم مهروس، 3 4 فصوص كبار كده. في الاول كده بقى هاتي طبق واسع او البول او اللي هتشتغلي فيه، فضي فيها علبة الزبادي، وهاتي الطماطمتين اللي مبشورين برضو انزلي كده على الزبادي بيهم، والبصل والخل والتوابل، وهنقلب كله مع بعضه. طبعا انا عملت الوصفة دي علشان الناس اللي ما عندهاش مثلا فراخ كاملة بحالها، يعني اللي هي مثلا تقدر تعملها في الفرن بحالها كده على السيخ زي ما انا عملت قبل كده. هتقدر ان انت حتى لو مقطعه الفراخ هتقدري تعمليها، وهتبقى برضو فراخ مشوية وهي فراخ مشوية في قلب الفرن. انا هنا بقى معايا البهارات، ايه البهارات معايا؟ بهارات فراخ، معايا ملح، معايا فلفل اسمر، معانا كركم، معانا البهارات السبع، معلقه من البهارات السبعه، ومعايا كمون، ومعايا كزبره، ومعايا ليمون مجفف، ليمونه واحده حطيتها، ومعايا حبهان، فصوص حبهان بحالها كده. لو انت عندك حبهان بودره ماشي حطيها. لو انت بقى في نوع بهارات مثلا مش بتحبيه من اللي انا حاطاه ده وعايزه تعملي تستبدليه بنوع تاني، برضو مفيش مشكله، براحتك بقى يعني. الخلطه دي ترجع لراحتك انت، الخلطه بتاع الفراخ دي ترجع لراحتك انت. بس بصراحه الخلطه اللي انا عملتها دي خطيره، وحطيت كمان التوم. وهاتي بقى الفراخ وانزلي كده على الخلطه اللي احنا عملناها، حاولي الفراخ تتشرب كده خالص من الخلطه دي. طبعا الفرخة اللي معايا دي، انا معايا هنا فرخة حوالي كيلو ونص، دي انا قطعها بالطول، يعني قطع الصدر مع الورك. براحتك، عايزة تقطعي تفصلي كل حاجة لوحدها كده مفيش مشكلة، عايزة تعمليها بالطول زي ما انا عاملاها برضو مفيش مشكلة، يعني دي حرية شخصية براحتك انت. بس في النهاية هتديكي نتيجة واحدة وطعم بصراحة لا يقاوم. فبراحتك انت بالنسبة للتقطيع. طبعا التتبيلة دي ممكن تعمليها قبلها بساعتين 3، بس انا هنا الحقيقة انا عملتها وبيتها في التلاجة ليلة كاملة. انا بفضل في المشويات او البانيه او اي حاجة هشويها، بفضل ان انا اتبلها واحطها في التلاجة، ابقى عاملاها قبلها بيوم واحطها في التلاجة. طبعا ليه؟ بتشرب من التتبيلة وبتتشرب منها كويس جدا، وبتبقى خطيرة بصراحة. هي كده خلصت، هدخلها التلاجة وبدأنا تاني معاكم، ده تاني يوم الصبح اهو. انا بيتها في التلاجة، يمكن انتم ملاحظين اصلا لون التتبيلة تمام، اتشربت منها كويس جدا جدا جدا. هاتي بقى الصينية اللي احنا هندخلها الفرن ورصي الفراخ فيها، رص كده الفراخ في الصينية اللي هتدخل الفرن.
طبعا لو انت عندك عزومه او مستعجله او عايزه تعمليها برضو هتتعمل، مش هتقول لا، بس الافضل ان هي تبات في التلاجة الافضل. وبرضو مفيش مشكله انت تعمليها قبلها ب3 ساعات برضو لو مستعجله او كده او عندك عزومه، برضو هتبقى ما شاء الله هتطلع حلوه معاكي. انا كده رصيت الفراخ، وما تقلقيش من التتبيله اللي فاضت وانا حطيتها عليها، ما تقلقيش منها خالص، هتتشربها تماما، مش هتسيب اي حاجه، الفراخ هتشربها تماما. بس هي كده وخلاص، لا تحطي ميه ولا تحطي زيت ولا تحطي اي حاجه، هي كده. ودخليها على الشبكه في الرف الوسطاني على درجه حراره 200، هتقعد ساعه الا ربع. هتشيلي طبعا الورق الالومنيوم اللي انا جايباه ده، يا سبحان الله ربنا كملها بالستر، اخر حته عندي، يعني اخر حته عندي. طبعا هنقفل كده بورق الومنيوم، لو ما فيش يبقى ورق زبده برضو ما فيش مشكله، الموجود عندك. هنقفل كده، هندخل في الشبكه على الرف الوسطاني، هتقعد ساعه الا ربع. هتشيلي الورق الالومنيوم ده وتولعي الشوايه من فوق عشان تاخد اللون الخرافي اللي انت شفتيه في اول الفيديو. طبعا انا الفرن سخن جاري، هندخل بقى الفرن، ولما تطلع هوريها لكم تاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك الله اكبر. اقسم بالله طعمها فظيع فظيع فظيع، بتتفصص لوحدها كده. وسوى بقى مش قادره اقول لك، سوى رهيب يعني، والله العظيم ما متحمله، يعني بتمسكي كده بتتفصص لوحدها. يا ريت بقى لو الفيديو بتاعي عجبك حط لي لايك حلو كده عشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس، ولو مشتركتش في القناه اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني.